اهلا بكل حبايبي اللي بيشوفوني، يا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفة بريوش حلوة جدا، طري وخفيف وهش جدا زي القطن. بما اننا متعودين ان احنا نجيبه من الافران، فالنهارده هنعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان مكونات اقتصادية جدا بدون زبدة. وكمان بما اننا شغالين في المعجنات، فحبيت ان انا اعمل معاكم الوصفة ديت. بجد هتعتمدوها، تحفة يا جماعة، لازم كلكم تجربوها. نبدأ ونشوف الطريقة والمقادير، بس يا ريت لو أول مرة بتشوفوا قناتي ندعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة. هنحتاج أول حاجة معانا نص كيلو من الدقيق جميع الأغراض منخول كويس جدا، هزود عليه معلقة كبيرة من الخميرة، هزود كمان 3 معالق كبار من السكر، هزود كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، واضيف ربع معلقة صغيرة من الملح، ونقلبهم مع بعض كويس جدا. وهنضيف عليهم كمان بيضة، وازود باكت من الفانيليا علشان الريحة بتاعة الزفارة. وبعد كده هنخلط الدقيق مع البيضة كويس، ونبدأ نزود اللبن الدافي. هزود اول حاجة كوباية من اللبن الدافي، وطول ما انا بعجن بزود اللبن تدريجي لغاية ما العجينة تلم معانا. وهقول لكم في نهاية العجن انا استخدمت قد ايه من اللبن، بس اهم حاجة نعجن العجينة بتاعتنا كويس جدا لمدة 10 دقايق علشان البريوش يطلع معانا كويس. ولو عندك عجان هتعجني فيه، بس العجينة مش صعبة خالص، وما عنديش اي مشكلة ان العجينة تكون طرية معاكي شوية، وكل ما كانت طرية تطلع معاكي بعد التسوية هشة جدا وطرية. والنص كيلو دقيق اخد معايا كوباية ونص من اللبن الدافي، بس ما ينفعش ان احنا ننزل باللبن كلاته مرة واحدة، علشان انواع الدقيق بتختلف في شربها للسوائل، فيفضل ان احنا ننزل بيه تدريجي لغاية ما العجينة تلم معانا، وتكون عجينة ناعمة وبتلزق بسيط في الايد زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد ما عجنت العجينة كويس هزود لها ربع كوباية من الزيت، وارجع اعجنها لغاية ما العجينة تشرب الزيت كويس. ورغم ان احنا ما استخدمناش زبدة في الوصفة، بس الزيت مفرقش خالص في الطعم بتاعها، بالعكس مخلي الطعم بتاعها خفيف جدا، وكمان هشة جدا وطرية ومورقة. دلوقتي هنشوف الشكل بتاعها بعد التسوية. ولو حابة تستبدلي الزيت بزبدة او بسمنة ينفع طبعا تستبدليه. وفي الوقت ده العجينة اتعجنت معانا كويس جدا. نعرف منين ان العجينة بقت تمام معانا؟ لما ناخد قطعة صغيرة ونشدها بين ايدينا، لو هي سليمة يبقى كده العجينة بتاعتنا تمام، لكن لو اتقطعت معانا يبقى احنا محتاجين ان احنا نعجنها كمان شوية. نلم بقى العجينة وندهن الوش بتاعها دهنة بسيطة من الزيت، ونغطيها ونسيبها تخمر. مدة التخمير من نص ساعة لساعة حسب المكان والجو عندك. وبعد ما العجينة خمرت هنفضي منها الهواء، ونبدأ ان احنا نقطعها. الكمية دي عملت معايا 17 واحدة من البريوش، الحجم بتاعهم متوسط، لكن لو انت حابة الحجم بتاعهم يكون اكبر من كده فانت هتقطعي كل قطعة من دي حجمها يكون كبير شوية. بفرد العجينة على شكل رول، وبعدين ابدأ اقطعها بالسكينة، وباخد كل قطعة من دي وابدأ ان انا ابرمها تحت ايديا زي البقسماط بالظبط. طريقتها سهلة خالص، بس اهم حاجة نخلي الشكل بتاعها يكون متساوي، يعني ما ينفعش حتة تكون تخينة وحتة تكون رفيعة. ونبرمها كويس، ونحاول ان احنا نخلي البرمة بتاعتها تكون رفيعة شوية، لان احنا لسه هنلفها على بعض. وبعدين بناخد اول الطرف وبندخله لجوه وبنلفاه داير ما يدور، وبناخد اخر حتة فيها وبنلزقها فيها من تحت. طبعا هي طريقتها سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفينها كده. هنعمل كمان واحدة بنفس الطريقة، وبعدين هناخدها ونحطها على صاج ما يكونش مدهون اي مادة دهنية، وبنسيب مسافات بسيطة بين كل واحدة والتانية لانها لسه هتخمر مرة كمان. وبعد ما شكلنا كل كمية البريوش هنغطيها ونسيبها تخمر لمدة ربع ساعة. واهم حاجة لازم نعملها في اي معجنات احنا بنعملها ان احنا لازم نسيبها تخمر كويس جدا علشان تطلع معانا بعد التسوية هشة جدا من جوه. وبعد ما العجينة خمرت للمرة التانية نبدأ ان احنا ندهن الوش بتاعها. انا بدهنه بنص كوباية من اللبن، وبعدين هضيف عليها من فوق شوية من السكر، بيديها طعم تسكيرة حلو قوي وكمان لون حلو جدا، وكمان السكر بيتكرمل بيكون طعمه جنان. والصينية التانية هندهنها باللبن بس مش هنحط عليها سكر، وهقول لكم بعد ما تستوي هندهنها بايه.
وبعدين نشوف التسوية بتاعتهم. بنسويهم في اي فرن عندك، غاز او بوتاجاز مش هتفرق خالص، اهم حاجة يدخلوا فرن يكون سخن كويس جدا. وبنشغل الفرن من فوق ومن تحت على الهادي، وبنسيب البريوش في الفرن من ربع ساعة لتلت ساعة يستوي براحته، ونتابع التسوية ونحرك الصاج من وقت للتاني علشان البريوش ياخد كلاته لون واحد. وده كده الشكل النهائي بعد ما استوى. اول ما بيطلع معانا من الفرن بنجيب مكعب من الزبدة وبندهنه كويس جدا بالزبدة، بيديله طعم حلو جدا وكمان تلميعة حلوة قوي. ودي الصينيه الساده اللي ما حطيناش عليها سكر، واخده لون حلو جدا وكمان طريه. بس هقولك على حاجه تعملوها علشان تاكلوا قطره بريوش واطعم بريوش. هنجيب كيس تلاجة ونفتحه ونغطيه بيها، وبعد كده هنغطيه بفوطه ونسيبهم لمده 5 دقايق، وبعدين نشيل الغطا ده من عليه. هتلاقي البريوش بجد طري جدا معاكي وواخد لمعه حلوه جدا. ودي الصينيه اللي كنا رشينها بالسكر، شايفين اللون بتاعها من فوق عامل ازاي، حلوة قوي. هندهنها دهنة من الزبدة وبعدين هنغطيها ونسيبها لمدة 5 دقايق. ونرجع بقى للصينية الأولى ونشيل من عليها الغطا ونشوف بقى الجمال والطراوة بتاعة البريوش، بجد تحفة. شايفين بقى اللون ولا الطراوة، بجد حلوة قوي. مش هقولكوا ان هو زي بتاع بره، ده احلى بمراحل. كفاية طعمه حلو جدا وخفيف قوي. وشايفين بقى التوريقة بتاعته، رغم ان احنا ما استخدمناش فيه زبدة، بس باين عليه هو قد ايه مورق من جوه، وقد ايه العجينة من جوه هشة جدا وطرية. لازم الوصفة دي تجربوها، بجد هتنبهروا بالنتيجة بتاعتها. ولو انت عندك ولاد صغيرين لازم تعمل لهم واحدة زي دي كده، بجد هيحبوها وكمان هيفرحوا بيها. هناخد واحدة من اللي كنا حاطين عليها سكر ونضيف عليها شوية من العسل ونزينها بأي صوص عندنا. انا حطيت عليها صوص فراولة وكمان صوص شوكولاتة، بيديها طعم حلو جدا وكمان شكلها بيكون تحفة. والحقيقة ان احنا هناكلها قبل الصغيرين، لان بجد الطعم بتاعها حلو قوي. الصوص مع العسل مدي للبريوش طعم حلو جدا، رغم ان البريوش اصلا لوحده طعمه حكاية، مش محتاج اي حاجة معاه غير كوباية شاي بلبن. وبالهنا والشفا للي هيجرب الوصفة دي. وبس كده تكون وصفة النهاردة خلصت. اتمنى ان الوصفة تكون نالت اعجابكم واستفدتوا منها، وياريت لو الوصفة عجبتكم ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة.